بشوية الملح دول قولي وداعا للقطاع الكهرباء، الحل النهائي طول الصيف. بجد شابوه لصاحبة الفكرة دي. بشوية الملح قولي وداعا لقطاع النور والكهرباء طول الصيف. هاتي كده شوية ملح وحطيهم في كوباية ازاز زي ما انتوا شايفين كده، مش لازم تملي الكوباية لحد اخرها، يعني حوالي كده 3/4 كده. ويلا اللايك الحلو منك، وصلي على رسول الله في التعليقات واقولك على الخطوة اللي بعد كده. هتجيبي كده شمعة وتولعيها كده وتحطيها تثبتيها بس في الملح، وتدلقي حبة مية كده لحد نص الكوباية زي ما انتوا شايفين كده، تحاولي تثبتيها وتدلقي المية لحد نص الكوباية. وبعد كده عاوزه اقولك الحركه دي بتخلي الشمعه تقعد معاكي شهر كامل من غير ما تخلص ومن غير ما تطفي. بس هنعمل ايه؟ هنحط معاها معلقه من الزيت، اي زيت عندك، حتى لو زيت مستعمل او ممكن زيت عطري، المهم ان انت تحطي كده معلقه مع الميه، ده بيطول عمر الشمعه معانا. بيخليكي كمان ما تستهلكيش شمع كتير قوي قوي. عايزه اقول لك معلقه الزيت دي بتطول عمر الشمعه معاكي ومش هتطفي منك الا لما انت اللي تطفيها بنفسك. جربيها وهتدعيلي. لو عجبتك الفكره ما تنسيش اللايك والاشتراك.